ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. في وصفات كده لما بنعملها في البيت بتكون احلى بكتير جدا من لما نشتريها جاهزة. من ضمن الوصفات دي وهي المربى النهاردة هنعمل اول صنف منها، هنعمل مربى تين في البيت بمكونين اتنين وبس، كريمي وسهلة وبسيطة، بجد نتيجتها احلى بكتير لما تشتروها جاهزة. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني فانا فاتن عوض، يلا بينا نعمل مع بعض اسهل واحلى مربى تين في البيت. الأول هحتاج كيلو من التين، هيكون مغسول كويس جدا. لو عندكم تين مش مستوي زي ما أنا مستخدمة هنا في الوصفة هيكون حلو جدا معاها كمان، أو لو عندكم كمان التين يكون مستوي تقدروا تستخدموا اللي موجود عندكم. غسلت التين كويس جدا وشلت الطرف بتاعه، وقسمت كده حبة التين لأربع أرباع، أو ممكن تقطعوها لقطع صغيرة عن كده كمان، علشان نبدأ بقى نجهزها للمرحلة دي. الخطوة دي بعملها قبلها بليلة. على كيلو التين بنزل بكوباية واحدة بس من السكر. التين كده كده من الفواكه اللي مسكرة، فمش هيحتاج سكر كتير. على الكيلو كوباية سكر هتطلعه معاكم مظبوط جدا. هقلب بقى التين كده مع السكر كويس جدا، وهغطيه وهدخله التلاجة، وهنسيبه ليلة كاملة لحد ما ينزل بقى كل العصارة بتاعته والسكر يدوب، والتين عندي كمان حبة التين كده تبقى طرية قبل التسوية. الخطوة دي بنعملها مع كل أنواع الفواكه تقريبا اللي بنعملها مربى، وده شكلها تاني يوم. زي ما انتوا شايفين حبة التين بقت طرية ونزلت كمية عصارة كتيرة طبعا زي ما احنا شايفين. كده خلاص جاهزة ان احنا نبدأ تاني خطوة وهي التسوية. في طاسة عندي أو في حلة بنزل بكل كمية التين مع كمية السكر اللي موجودة، وكمان العصارة دي بقى كلها اللي نزلت منها. هضيف بس كوباية مية في البولة اللي احنا كنا حاطين فيها التين عشان ناخد باقي السكر وباقي كده الطعم بتاع التين كله. وعلى نار هادية هنشغل على المربى أو التين بتاعنا عشان يستوي. ما ينفعش نضيف نار عالية أبدا، وإلا هيتحرق معاكم وهياخد ريحة مش حلوة. فلازم أي نوع مربى يكون على نار هادية. أثناء التسوية هتلاقوا ريم كده بيظهر على الوش. كل ما الريم ده ما بيظهر لازم نشيله بالمعلقة أول بأول، ما نسيبش منه أي حاجة، لأن ده لو فضل موجود هيخلي المربى بتاعتكم تبوظ بسرعة وطعمها مش أحلى حاجة. فلازم في أي نوع مربى كمية الريم اللي بتظهر على الوش دي نتخلص منها أول بأول. وبنكمل تسوية التين على النار هادية. أثناء كده ما هو بيستوي بفضل كده بحاول أهرس فيه علشان يكون عندي قطعة تين تكون طرية. طبعا لو التين بتاعكم أصلا مستوي من الأول فالموضوع ده هيكون أسهل بكتير، لأن هتكون الحبة قطرة بزيادة. هنا عشان التين ما كانش مستوي كويس فأخد وقت شوية في التسوية. أنا زودت هنا كمان كوباية من المية، واخر حاجة عصرة ليمون. ودي الليمون بيشتغل هنا زي مادة حافظة في اي نوع مربى علشان يحفظها اطول فترة ممكنة. انا بفضل اهرس في التين كده وبرده على نار هادية. انتوا حابين يفضل قطع تقدروا تسيبوه، انا في المرحلة دي هرسته بالهاند بلندر عشان عايزاه يكون كريمي وناعم جدا. وبفضل برضو بسيبه على نار هادية لحد اما كل السوائل الزيادة دي تتبخر، وقوام المربى نفسه يكون اتقل وثابتة اكتر. كمان لما احطها على طبق كده تثبت، ما تفردش مني على الطبق. هتشوفوا شكلها دلوقتي انا بتكلم على ايه واللي اقصده ان احنا نبخر فيها كمية السوائل. هتلاقوا هنا المربى بقت متماسكة اكتر، مفيش اي سوائل موجودة كده، وقوامها اتقل كمان من الاول. كده هي خلاص جاهزة عندي ان احنا نحتفظ بيها. هنسيبها بس تهدى يدوب 5 دقايق قبل ما نبدأ نحطها في البرطمان. طبعا اي برطمانات بنحتفظ بيعمل فيها مربى او مخللات او صلصة، اي حاجة احنا بنعملها في البيت بنحتفظ بيها، يبقى لازم البرطمانات بتاعتي تكون متعقمة، ويستحسن طبعا الازاز. بنغلي مية على النار وبننزل فيها البرطمانات، وبعد كده بنخرجها وننشفها كويس جدا علشان تحافظ لي برضو على اي حاجة احنا هنحفظها جواها. بنملأ البرطمان بالمربى بتاعتنا بالشكل ده، وبنحاول ما نسيبش فيه اي فراغات في النص. دي كل الكمية اللي احنا عملناها زي ما انتوا شايفين.
كريمي ولونها تحفة، وبجد احلى بكتير منه لو تشتروها من بره. طبعا دي هتكون اول وصفة من وصفات مربى كتير هنعملها مع بعض ان شاء الله. كل انواع المربى اللي انتوا عايزينها هنعملها، وان شاء الله لسه عندنا فيديوهات كتير ووصفات كتير. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، استخدموها بقى في السندوتشات والحلويات زي ما انتوا عايزين. ان شاء الله استنوني الفيديو الجاي في وصفات كتير هتعجبكم جدا بإذن الله. وكالعادة كنت انا معاكم فاتن عوض. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم على خير والسلام عليكم.